والسر بالإسبريسو. إيطاليا مو بس بلد البيتزا والباستا، هي بلد الإسبريسو. الإسبريسو مو بس قهوة، هي إيقاع سريع جدا للحياة الإيطالية، وفنجان صغير بيعطيك طاقة كبيرة. الإسبريسو بيتحضر من حبوب محمصة متوسطة لغامقة، تنطحن ناعم جدا وبتنضغط بماكينة خاصة لتطلع شفة مركزة وسخنة. والسر بالإسبريسو هو الكمية الصغيرة والقوة الكبيرة والرغوة الذهبية اللي فوق الفنجان. أنواع الإسبريسو: سينجل، فنجان صغير تركيزه عالي حوالي 30 ملي. دبل، ضعف الكمية حوالي 60 ملي، طاقة مضاعفة للصبح. لونجو، كمية مي أكتر، فنجان أكبر، نكهة أخف بشوي. وأخيراً ريستريتو، كمية قليلة من المي، فنجان أقوى وأغنى بالنكهة. بإيطاليا الناس بيشربوا الإسبريسو بسرعة وهن واقفين عند البار، أما بالمقاهي الحديثة بيستمتعوا بالجلسة أطول. الإسبريسو صار قاعدة لكل مشروبات القهوة التانية، كابتشينو، لاتيه، موكا، وكلها بتبلش بالإسبريسو. الإسبريسو بيمثل السرعة والحيوية والاحترافية بحياتنا اليومية. وانتو خبرونا، يا ترى أي نوع بتفضلوا؟ السينجل ولا الدبل ولا اللونجو ولا الريستريتو؟ خبرونا رأيكم بالتعليقات. خلص فنجان القهوة لليوم، لاقونا بكرة بفنجان جديد.